السلام عليكم ورحمة الله. لو أول مرة تشوفوني أنا شيماء، ياريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. هنعمل الحمام بطريقة حلوة جدا، جربوها على طريقتي هتعجبكم جدا جدا. أنا معايا هنا طاسة حطيت فيها معلقتين من الزيت النضيف كبار، وحتة من الزبدة الفلاحي، وحطيت البصلاية متقطعة متخرطة تخريط بسيط كده، وحطيت عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، ومعايا كوباية من الرز المغسول، وهبتدي أشوحهم كده لحد المادة الدهنية ما تتغلف في الرز. ومعايا بقى دلوقتي الكبد والقوانص، عملت حفرة بسيطة كده هحط لها رشة جوز الطيب ورشة من الزعتر، وهقلبها كويس لحد ما اقفل المسام بتاعتها كله في قلب الطاسة او الحاجة اللي انتي بتعملي فيها، وهيتشوح كده وبعدين نقلبهم مع بعض علشان دي حشوة الحمام. وعصرة الليمونة مش هتخلي معانا الرز يعجن مهما يغيب على النار في الحمام، ومش هيخلي ريحة زفارة في الكبد والقوانص والقلب. هنقلب كويس كله مع بعضيه، وموطيه النار خالص شمعة لحد ما يتشمع معايا كده. وعبال بقى ما يخلص الرز، هكون علقت على الحلة اللي هسلق فيها الحمام، حاطه فيها ورق لوري وحبهان وبصلاية صغيرة. هجيب الحمام مغسول كويس جدا، وهجيب منديل علشان خاطر انشف من جوه ما يبقاش معايا اي بواقي من المية، عشان ما تزفرش معايا الخليط الحلو اللي احنا عملناه بتاع الرز. زي ما انتوا شايفين كده المنديل بنشف من جوه كويس ومن بره. الحمام مغسول ومنقوع في المحلول عشان الزفارة، عبارة عن دقيق وليمون وجنزبيل، وسبتهم بتخلي ريحة الحمام حلوة جدا او اي زفر عموما. هجيب المعلقة لان الرز كان نازل من على النار كان سخن، فهبتدي احط بالمعلقة كده. ومعايا خلة سنان، انا ما بعملش بالخيط، حابة تخيطي مفيش مشكلة بس الخلة حلوة جدا. وهجيب الرجلين كده واقوم احطهم على بعضيهم وادخلهم في الفتحة بتاعة الحمامة، وبعدين اجيب الخلة واحط حتتين الجلد قصاد بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ادخل الخلة داير اللفة على بعضها. مش عارفة هي واضحة لكم ولا لأ. انا بدخلهم قصاد بعض كده واقوم لفة بسيطة واقوم مدخلة تاني الخلة. هو كان الحمام معايا جامد شوية فعلشان كده كان مغلبني، بس هي اتلفت معايا كويس. وهبتدي اقفل اليمة التانية من يمة الورك كده لحد ما اقفل على الرز خالص. وطبعا المية هتكون بتغلي معايا، فاول ما هنسقط الحمام ان شاء الله هيقفل وهيبقى تمام جدا ومفيش رز هينزل في الشوربة. انا بوريكم هنا ازاي تخلوها مفيش اي حتة باينة خالص منها ان هي متطلعش الرز منها. هجيب بقى الرقبة وهبتدي احشيها، ما تملهاش كتير، انا مبحطش تحت الجلد. انا بملأ الزور والحمامية من جوه، حابة تحطي ما بين الجلد واللحم ده حاجة ترجعلك. انا بصراحة بحب كده لان يعني احنا مش بناكل رز، احنا بناكل حمام محشي رز، فما بحبش الرز كتير فيه. ابتدي بقى ايه او احط في الزور، وهو هياخد خلة واحدة بس مش هياخد كتير. هو الخلة هتقفل على الزور، هتقفلها كلها بالشكل ده، كأننا بنخيط بالظبط بالإبرة والخيط. الخلة هتقوم بالواجب زي ما حضراتكم شايفين. وكده ببطط الرز من جوه علشان يبقى معايا مفرود وما تفرقعش مني. كده بقى الحمامية تمام. هعمل واحدة تانية معاكم علشان خاطر توضح لكم الفكرة.
يا رب تكون الفكرة واضحة. بالخلة اسهل كتير يعني واحلى وانضف من الخيط والابرة الطريقة دي هتعجبكم جدا. بوسع برضو للزور علشان خاطر احط الرز. انا ال3 حمامات خدوا، ما عملت كوباية رز بس هو ما خدوهمش كلهم، انا كملت عليهم وقدمته جنب الحمام وعملت ملوخية على الشوربة بتاعتها. شوربة الحمام كانت طعمها حلو جدا. اما يتغسل كويس جدا ويتنقع في المحلول الزفارة مش هتلاقوا فيه اي ريحة، بالعكس هتحبوا الشوربة جدا، لان في ناس كتيرة بترمي الشوربة. احنا بنحب شوربة الحمام جدا. اي حاجة طبعا بتتعمل بتبقى شوربتها جميلة، بس طبعا بيبقى اهم حاجة الرقة على النظافة بتاعة الحاجة. دلوقتي خلصت الحمام والمية غليت معايا وطلعت الفقاعات اللي هي الصغيرة ديت، يعني ان هي بدأت تغلي معايا. هبتدي اسقط الحمام. وبعد ما يغلي بقى شوية بشوية هنشيل اي ريم هيطلع معانا. وده بعد ما قعد معايا ساعة ونص لساعتين. طلع معايا بالشكل دوت. جبت كاتشب وحبة فلفل اسود وحطيت حتة زبدة وشوية زيت، وابتديت احمر الحمام علشان يدينا لون حلو جدا. هتقوليلي ليه حتة الزبدة؟ الزبدة بتديه طعم حلو جدا جدا جدا، وكمان بيساعد على اللون بتاعه يبقى حلو. واحنا حاطين معلقة الكاتشب بالفلفل الاسود هتلاقوا لونه طالع خطير. اللون بتاعه كان فظيع، شايفين اللون؟ اللهم بارك، كان تحفة والله، ما كان محروق، ده كان تحفة جدا. مكان الكاتشب شايفين اللون اللي هو الغامق. قدمت جنبه بقى كده شكل الاكل ملوخية ورز بقية الخلطة وحبة الشوربة. اتمنى تجربوه.